لو عاوزين تعملوا لحمة مشوية في البيت وما عندكوش معدات الشوي أو ريحة الدخان بتتعبكم، تعالوا أقول لكم على البديل البسيط يديكم لحمة مشوية قريبة بنسبة كبيرة للي بنشويها على الفحم، واللي هتطلع معاكم دايبة وطرية ومش بتشد. واللي هيعجبكم كمان أكتر من اللحمة الصوص اللي فيها، اللي عملته من غير ولا نقطة مية. دول 2 كيلو لحمة، نصهم لحمة حمراء والنص التاني فيه نسبة دهون. كل ما اللحمة كان فيها دهون كل ما الطعم كان في حتة تانية، وبتساعد على تطرية اللحمة وبتخليها دايبة، وكمان هيفرق جدا في الصوص اللي تحت اللحمة. القطعة الكبيرة هنقطعها ونخلي كله يبقى نفس الحجم. للتتبيلة هحتاج بصلتين من البصل الأحمر وأربع حبات من الطماطم وقرن فلفل حامي وطبعا اختياري. هنقطع البصل وهنقطع الطماطم وكمان الفلفل، وفي الكبة هنحط كل الخضار وعليهم حوالي 8 فصوص من الثوم، وفي الأول عليهم معلقة كبيرة ملح. هنفرمهم في الكبة لحد ما يبقوا معايا زي العصير. هناخدهم نصفيهم في مصفى سلك وهاخد بس مية الخضار، والتفل هحتفظ بيه ببرطمان في الفريزر وبطلعه استخدمه لما اجي اعمل كفتة او حواوشي. ومية الخضار اللي طلعت عندي هزود عليها معلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقة كبيرة عسل ابيض او رشة سكر، وهزود عليهم تاني معلقة ملح كبيرة. ومش عاوزين نضيف اي بهارات تانية عشان ما نضيعش طعم اللحمة. بقلبهم مع بعض، وهنا كده بندوق الملح. تمام، ملحي مظبوط. وهننزل كمية اللحمة في التتبيلة وهندعكها في التتبيلة كويس. وملحوظة مهمة يا جماعة، ما ينفعش تضيفوا للتتبيلة زيت ولا حتى زيت زيتون، لأن الزيت مادة عازلة وهيخلي اللحمة ما تمتصش التتبيلة بشكل كويس. هنغطيها ونسيبها من 4 ساعات لليلة في التلاجة، وكل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتاخدوا نتيجة أحلى. الصينية بتاعتي أحط فيها شوية خضار، حلقات بصل وحلقات طماطم، وبحط ورق لورا وكمان حبهان، وبحط على الخضار شوية ملح ورشة فلفل اسود. ودي اللحمة بتاعتي بعد ما قعدت ليلة في التلاجة، وصدقوني بيفرق جدا في طعمها. وهنحط مية التتبيلة على اللحمة والخضار، وهنوزع كده على وشها شوية زيت، وهنغطيها بورقة زبدة عشان تحافظ لي على طراوة اللحمة وتحتفظ بالعصارة اللي جواها. وهغطيها كمان بورق فويل علشان يحبس الحرارة جوه الصينية والحرارة تبقى متوزعة بشكل كويس. لو ما عندكوش بقى ولا ورق زبدة ولا ورق فويل فتقدروا تغطوا الصينية بغطا مناسب، المهم يحبس الحرارة. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 220 أو الرف من تحت على الشبكة. لو اللحمة بتاعتكم مش بتاخد سوا يبقى هتقعد معاكم في الفرن من ساعة إلا ربع ساعة. لو حابين بقى تاخدوا لون مكرمل فتطلعوها في آخر 10 دقايق، وهتشيلوا ورقة الفويل وورقة الزبدة وهتوزعوا على وشها شوية دبس الرمان، أو ممكن تاخدوا من الصوص اللي نزل منها وتدهنوا بيه وش اللحمة. بعد ما حطيت دبس الرمان هبل الفرشة بتاعتي من الصوص وهدهن دبس الرمان على وش اللحمة، وهندخلها الفرن التاني عشان تاخد لون. وعشان بقى تاخدوا طعم الشوي هحط في الصينية بتاعتي طبقين صغيرين واحط جواهم فحم مولع وبنحط عليهم سمنة بس مش زيت. وبسرعة هغطيهم عشان احبس الدخان جوه الصينية. هنسيبها متغطية حوالي 10 دقايق وبنشيل الفويل. دايبة دوب وطعمها في منتهى الطراوة. انصحكم بقى تقدموها مع رز معمر بس بطريقتي، او تاكلوها بعيش مع بتنجان وطحينة. جربوها ومتأكدة هتعجبكم.